بقالي 5 شهور بالظبط عندي مشاكل في النوم، بصحى تعبان، بنام ساعات غير منتظمه، بنام متاخر، بصحى بدري، بتكلم وانا نايم، ايام اصحى كتير، ايام ما اصحاش خالص. يعني اليوم كان كارثي. لغايه من اسبوع بدا نومي يتظبط واحده واحده، وبعدين بدات بقى بعد ما بدات طاقتي ترجع وبدا ساعات نومي تظبط وهكذا، اكتشفت المشكله الحقيقيه اللي كانت موصلاني لده. انا كنت فاكر ان المشكله ان انا عندي شغل كتير، لكن اللي اكتشفته انه لا، هو الشغل ما كانش كتير على قد ما كانت دماغي مرتبطه جدا بالشغل اللي بعمله، وبقت اي مشكله بتاثر على بقيه السيستم. بقت زي ما بقول لك، تيجي نوتيفيكيشن تبوظ كل حاجه، يجي مكالمه تبهدل كل حاجه، او ترفع كل حاجه وتخلي مزاجي زي الفل. وساعتها بنام كويس على فكره. بص يا سيدي، باختصار، طالما احنا اتفقنا ان المشكله كانت في التايتلي كابلنج، فمحتاجين نفهم يعني ايه تايتلي كابلنج اصلا. تخيل معايا كده لو في سفينه ماشيه في نص البحر واتخرمت لاي سبب، يعني في حاجه من حاجتين: الحاجه الاولى انها تغرق بسبب انها كلها غرفه واحده من تحت، فمجرد ما اتملت ميه كلها غرقت. يا اما كان السفينه فيها غرف عزل، بحيث لما الميه تخش بقيه الغرف دي تتقفل وتفضل فيها الهواء بتاعها عادي، فساعتها السفينه مش هتغرق. طبعا هتتضرر شويه لغايه لما تتصلح المشكله، لكن مش هتغرق. ده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا على فكره. لما تيجي نوتيفيكيشن تفرق في مزاج الواحد، او مثلا تخليه متعكنن جدا، او تخليه يفكر فيها وهو نايم زي ما كنت بقول لك من شويه. بس انا كده وضحت لك صوره يعني ايه انت دماغك مرتبطه جدا بالحاجات اللي انت بتعملها. طبعا انت كده عرفت الحل، انه المشكله في التايتلي كابلنج، يبقى حل في اللوز كابلنج، وخلاص ممكن نقفل الفيديو على كده. بس انا هقول لك على حاجه، الموضوع مش نظري بس، انا هقول لك الشق العملي منه وازاي نقدر نتغلب على ده مع بعض ونطبق اللوز كابلنج برنسبل دي في حياتنا، فتلاقي ان انت بقيت دماغك اهدى وبتتعامل مع المشاكل بشكل احسن كتير. بص، هو الكلام النظري جميل عموما في ان احنا افصل نفسك، انت هنا في البيت، انت هنا في الشغل، انت هنا في كذا. بس في الحقيقه تطبيق ده ممكن يكون صعب جدا بسبب حاجه، او يمكن بسبب كذا حاجه. بس الاساس في صعوبه التطبيق ده هو ان احنا بنحاول ناخد كل حاجه مره واحده، وبنبقى متوقعين ان ممكن المشكله فجاه تتحل بدوسه زرار. لكن في الحقيقه ده مش حقيقي ومش عملي ولا يمت للواقع بصله. هقول لك ليه. في السوفت وير انجينيرنج مثلا في حاجه اسمها اكسبشنز مثلا. يعني ممكن يحصل اكسبشن، فدي مشكله. المشكله دي بتحتاج ايه؟ بتحتاج هاندلر علشان يعرف يهندل الاكسبشن اللي حصل. تمام. هم عملوا ده علشان هم عارفين ان مفيش حاجه اسمها شيل كل الاكسبشنز. لا، انا محتاج يكون في مشكله، انا في الحقيقه مش محتاجها على قد ما هي كده كده مفروض عليا وموجوده. فانا بقى محتاج اعمل لها هاندلر علشان اعرف الم اللي حصل ورا الاكسبشن. نعكس ده بقى علينا ازاي؟ هقول لك. من شويه قلنا نوتيفيكيشن مثلا، فلو انت عندك النوتيفيكيشن في وقت ما ممكن تاثر على نومك او تاثر على مزاجك، او انت مثلا في وقت مش المفروض فيه تشوف نوتيفيكيشن معينه، فانت كده محتاج فاير وول للنوتيفيكيشن بتاعتك، تعرف تعرض لك ايه امتى وازاي. يعني مثلا انت في البيت مش محتاج يجي لك واتساب مثلا من جروب الشغل مثلا، فلو دي مشكله استخدم تليفون تاني، استخدم واتساب تاني، شوف حاجه تخلي فيه عزل كافي ما بينك وما بين النوتيفيكيشنز اللي بتيجي، بحيث ان حتى ما تقولش لدماغك شوفيها وقرري تتضايق او ما تتضايقش. لا، ما تعملش كده. افصل نفسك عنها تماما وما تخليهاش تعدي عليك الا بفلتر معين يسمح لها انها تعدي في الوقت اللي دماغك فعلا مستعده تتعامل مع الرساله اللي جات لك دي فيها. فلو مثلا مشكلتك مع تليفونات الشغل اللي بتجي لك في وقت غير مناسب او ايا كان، او حتى عميل بيرفض حاجه او بيوافق على حاجه او بيتصل بيك في وقت مش مظبوط، فانت محتاج تحط كده باوندري بروتوكول وتعلم الناس انت امتى فعلا متاح ترد عليهم وامتى مش متاح، علشان ما تسببش لنفسك صداع وتسحل دماغك في حاجات وتجبرها تتعامل مع المشاكل دي. باختصار، العوازل اللي بنتكلم عليها ما بين دماغك وما بين الحاجات اللي بتشتتها في العموم مهمة جدا. ولو عايز تجرب حاجة بسيطة جدا تشوف هتفرق معاك في ده ولا لا، جرب مثلا ان الهدوم اللي انت بتلبسها في الشغل ما تلبسهاش في اي مشوار تاني غير الشغل. يعني اقول لك على مثال صغير، انا مثلا بشرب قهوة تركي واسبريسو مثلا، ما بشربش القهوة التركي غير في الشركة بس، علشان ده الجو بتاع الشركة ودي الحدود بتاعة الشركة، وانا مش عايز ادخل ده في البيت. فعشان ما بشربش القهوه التركي دي في البيت بيديني كده احساس ان انا مش في المكتب، انا دلوقتي مش في الشغل، انا دلوقتي بعمل حاجه تانية مختلفه. فيعني ممكن يبقى الموضوع ساذج في الاول، لكن بجد دماغك بيفرق معاك كتير المكان اللي انت بتحطها فيه، وبتقدر هي بقى تحلل هو انا بعمل ايه دلوقتي، انا محتاج استقبل ايه دلوقتي عشان اعرف اتعامل معاه. لكن استقبال كل حاجه في كل وقت ده بيعمل حادثه جوه الدماغ عامه. طبعا عشان اكون امين معاك، فموضوع اللوز كابلنج ده مش هي الحاجه الوحيده اللي اعتمدت عليها علشان اعرف اظبط النوم بتاعي. الموضوع احتاج مني شغل كتير، احتاج نصايح كتير، قعدت مع ناس كتيره ليها في الموضوع ده، قريت كتير قوي عن حاجات اللي ليها علاقه بالنوم والجو المناسب ودرجات الحراره والقصص دي. فيعني لو مهتم عرفني في الكومنتس وتابع الفيديوهات اللي جايه، وخلينا نظبط كده فيديو مع بعض نتكلم فيه عن النوم وازاي عرفت اظبط السيستم ده، واوريك كل الارقام بتاعت كل ليله وازاي ده كان بيتطور يوم عن يوم. واشوفكم الفيديو اللي جاي.